السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة هنتكلم في موضوع إزاي تبدأي من الصفر. خليني أقولك من الأول حاجة كده بسيطة. البداية من الصفر مش معناها إنك فشلتي، ولا معناها إنك اتأخرتي، ولا إنك أقل من غيرك. البداية من الصفر معناها إنك قررتي توقفي الشيء الغلط اللي كنتي بتعمليه وتبدأي تعملي لنفسك حياة تليق بيكي. في ستات كتير قوي بيبدأوا من الصفر بعد علاقة كسرتهم، أو جواز فاشل انتهى، أو شغل ضاع منهم، أو حلم كان نفسهم فيه ومحققوهوش، أو حتى بعد سنين من طويلة من عمرهم. كل واحدة فيهم كانت فاكرة ان النهاية دي آخرة الطريق، لكن الحقيقة ان دي كانت أول الطريق الصح. وعشان تبدأي من الصفر حياة سعيدة، في عدة خطوات لازم تلتزمي بيهم. أول حاجة، اعترفي انك تعبانة. ان أكبر غلطة احنا بنعملها أو الست بتعملها إن هي بتمثل طول الوقت إن هي قوية وبتستحمل وبتتحمل فوق طاقتها. لكن القوة مش إنك ما تتأثريش وما تتعبيش ولا تقولي إنك تعبانة. القوة الحقيقية إنك تعترفي إنك تعبانة بس لسه واقفة على رجليكي. اقعدي مع نفسك بصدق وحددي بورقة وقلم إيه الشيء اللي وجعك، ايه الشيء اللي خذلك، ايه اللي ضيع منك اجمل سنين في عمرك. وده مش عشان تلومي نفسك، لكن عشان تفهمي ايه اللي سبب انك عايزة تبدأي من الصفر من اول وجديد. لان اللي مش فاهم وجعه عمره ما هيعرف يعالج الوجع ده، وعمره ما هيخف منه. تاني نقطة، اقطعي علاقتك بالماضي. يعني ما تفكريش في الماضي كتير، ما تنسوهوش بس اتعلمي منه. الماضي مش محتاج منك نسيان، الماضي محتاج منك سلام. يعني تقولي لنفسك اللي حصل حصل خلاص في الماضي وأنا اتعلمت منه. ما تفضليش دايما طول الوقت عايشة تجلدي نفسك وتقولي لو كنت عملت كذا كان حصل كذا، أو ليه ده بيحصل لي، أو كان المفروض يحصل كذا. اللي فات الماضي درس، ما هو السجن عشان تسجني نفسك فيه، وانت مش مطالبة تكملي عمرك كله تعاقبي نفسك على الماضي واللي حصل فيه. تالت نقطة، علشان تبدأي صح من الصفر ابدأي بنفسك انت. ما تبصيش حواليكي، ما تبصيش لأصدقائك وصلوا فين، دي نجحت، دي اتجوزت، دي بقى عندها ايه. لان كل واحدة فينا ليها طريقها وليها توقيتها وظروفها. انتي كل اللي هيشغلك سؤال واحد بس تسألين نفسك الوقت، انا محتاجة ايه الوقت؟ هل انا محتاجة الراحة ولا الامان ولا فلوس ولا ثقة او هدوء؟ ابدأي دايما بالحاجة اللي لو اتظبطت معاكي الباقي كله هيجي وراها ويتظبط. رابع نقطة، نظفي حياتك دايما قبل ما تبدأي تبنيها تاني من أول وجديد. يعني ما ينفعش تبدأي من الصفر وانتي ما زلتي في علاقات بتستنزفك وبتستهلك طاقتك، أو ما تنفعش تبدأي من الصفر مع ناس بتقلل منك، أو في ذكريات بتوجعك، أو أفكار بتكسرك. ابعدي عن كل شيء يعكننك أو يكسرك. ابعدي عن اللي ما بيحترمكيش. قللي كلام مع الأشخاص اللي بتحبطك. بطلي تحكي كل شيء للناس.
يعني خلي ليكي حدود، عشان البيت اللي هيتبني من جديد لازم الأول نشيل الركام منه ونبدأ على أساس سليم ونضيف. خامس نقطة، علشان تبدأي من الصفر وتبدأي حياة جديدة، ابدأي بخطوات صغيرة. يعني ما تضغطيش على نفسك وتقولي أنا عايزة أغير حياتي دلوقتي 180 درجة أو عايزة أنجح بسرعة. ما ينفعش، لأن أنت ليكي طاقة. ابدأي بحاجات صغيرة، عادة واحدة أو هدف بسيط تعمليه خطوة خطوة كل يوم. حتى لو نص ساعة من يومك تاخديها في تطوير نفسك، تقري صفحتين أو تتعلمي مهارة. الاستمرارية أهم من الحماس، والخطوة الصغيرة اللي انت بتعمليها يوميا أقوى من أي حلم كبير ناسياه أو انت سايباه ما بتشتغليش عليه. سادس نقطة، اشتغلي على قيمتك انت من جواكي من داخلك، لأن احنا بنلاقي ستات كتير بتربط قيمتها براجل أو جواز أو برأي الناس حواليها أو حتى بشكلها، لكن الحقيقة قيمتك ثابتة حتى لو انت وحيدة، حتى لو انت بتبدأي من الصفر أو انت تايهة شوية. انت نفسك قيمة لمجرد انك إنسانة. لما تصدقي ده مفيش أي حد أو أي شيء هيقدر يهزك. سابع نقطة، علشان تبدأي حياة جديدة من الصفر، سامحي نفسك دايما على اختياراتك اللي اخترتيها غلط، عن سكوتك زيادة عن اللزوم، أو ثقتك اللي ما كانتش في محلها اللي حطيتيها في ناس غلط، أو وقتك اللي ضيعتيه في أشياء مش مفيدة. انت كنت بتتصرفي بالمعرفة والخبرة اللي كانت عندك وقتها، لكن النسخة الجديدة منك مش محتاجة تلومي نفسك، محتاجة انك تدعمي نفسك. فلو انت الوقت حاسة انك واقفة في نقطة الصفر او تايهة او مكسورة، احب اطمنك، الصفر ده مش نهاية. الصفر ده مساحة فاضية تقدري ترسمي فيها اللي انت عايزاه. ابدأي على مهلك، بس ابدأي، ما ترجعيش خطوة لورا عشان ترضي حد على حساب نفسك. انت تستاهلي بداية جديدة هادية ونضيفة وقوية وتليق بيكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.